خليل الكنيشي، شهاب الجبالي، ينساس، يوسف البليلي واشرف الجبري. بالنسبه لتشكيله مستقبل سليمان: معز بن شريفيه، ايهاب العابد، محمد كوناتي، محمد عزيز بوستة، باتريك انكانكو، حلمي جويدي، ياسين الكاسح، فارس البليلي خلى مكانه للمعتوكي في بدايه الشوط الثاني، اسامه الهيشري، ضياء الدين الجبابلي ومنوبي الحداد. طاقم تحكيم هذه المباراه: حكم رئيسي محمد علي قرويه، مساعد اول وسام بوغطاس، مساعد ثاني خالد الدالي، وحكم رابع عبد السلام ماني. الكرة والمخالفة يتحصل عليها ينساس بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، الإعادة من جديد للكرة والالتحام الأخير بين لاعبي الفريقين. ينساس من جانب الترجي الرياضي التونسي مع حلمي الجويدي في الالتحام الاخير بين اللاعبين. سلامات لكل اللاعبين. الكره باش ترجع بمخالفه لمستقبل سليمان مش للترجي الرياضي التونسي. كره للجهه اليسار عند على مستوى وسط الميدان. كيفاش مشكور ردة فعل مستقبل سليمان، اكيد البحث عن العوده، يدرك اهميه النقاط منذ بدايه هذا الموسم. الكره اليسار خطيره، التسديده، اول كره في الشوط الثاني لمستقبل سليمان، تصويبه كانت قويه من ضياء الدين الجبابلي في اول محاوله واول تهديد لمرمى بشير بن سعيد. هاي الكره والخطا من ياسين مرياح في التعامل مع الكره الاخيره. جبابلي باليسار بقوه يسدد وكورته جانبيه. الاعاده مره اخرى، التصويبه قويه جدا من لاعب مستقبل سليمان ينساس، ملقى على ارضيه الميدان في هذه اللحظات. سلامات للبرازيلي لاعب الترجي الرياضي التونسي. النتيجة دائما 1-0 للترجي. هدف المصاب ينساس. سلامات لبرازيلي الترجي، راسية وهدف كان ممتاز في التوقيت البديل لشوط المباراة الأول، تقريبا الدقيقة الثانية. هذا الالتحام اللي كان مع بداية الشوط الثاني بين ينساس واللاعب ضياء الدين الجبابلي. ينساس يتعرض لأوجاع تقريبا بعد هذا الالتحام. على كل، سلامات يغادر عن نقية اللاعبين. هل سيغادر أم سيكمل المباراة ينساس؟ النتيجة 1-0 دقيقة 49. سامي، هل يؤكد مستقبل سليمان ربما تعادل المباراة الفارطة خاصة مع بداية بهزيمتين، وربما يعود في نتيجة هذه المباراة أمام الترجي الرياضي التونسي، سيؤكد النتيجة الحالية ويحقق انتصار ثاني على التوالي؟ واكيد التغييرات بدات من جانب منير الشيحي، خروج فارس البليلي من جانب المستقبل الرياضي بسليمان ودخول غسان المعتوقي. دفع بالمعتوقي منير الشيحي مكان يوسف، مكان البليلي، فارس البليلي شقيق يوسف البليلي. اول تغييرات منير الشيحي، وهذه الكره دائما للمعز بن شريفيه حارس المستقبل الرياضي بسليمان. كانت تجربه لم تعمر طويلا مع الاولمبي البيجي اليوم بالوان المستقبل الرياضي بسليمان. كره ترجع دائما من جديد سليمانيه لكن مقطوعه من دفاع الترجي. وامامكم ماهر الكنزاري تنفس السعداء. كسيل بوعالي الجزائري، دخول كسيل بوعالي الجزائري، اول ظهور مكان ينساس اللي تعرض للاصابه. اكيد الظهور الرسمي الاول القادم من شبيبه القبائل الجزائري كسيل بوعاليه. 3 جزائريين موجودين في حد الان في تشكيله الترجي: محمد امين توغاي مع يوسف البليلي وكسيلة أبو عالية في أول ظهور وقدام جماهير الترجي. أكيد تطمح الكثير من هذا القادم من شبيبة القبائل. كسيلة أبو عالية إمكانيات فنية، إمكانيات ممتازة، كان سجل في الشامبيونز ليج الإفريقية وقتها ضد الترجي الرياضي التونسي هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس. والأسماء هي عديدة، أسماء الجزائريين اللي قمتوا زياء الترجي ببداية من يوسف البليلي، توغاي، بلال بن ساحة، عبد الرحمن مزيان، بالقروي، بالغيث، بو عبد الله، داود، كريم غازي، عنتر يحيى، الياس الشتي، عبد الملك شراد، رياض بن عياد، حسام غشة، عبد القادر بدران الطيب المزياني، وكسيل ابو عاليه يضيف اسمه. هذه كره خطيره للمستقبل هذه بسليمان، خطيره، والتدخل من دفاع الترجي، خطيره المحاوله، اخطر المحاولات لتعديل النتيجه كانت من ياسين الكاسح
الكيسح امامكم. الكره الاخيره كانت من جبيبلي، ياخذ الكره من بن حميده، التحضير لياسين الكيسح، يراوغ يصوب، والمدافع على الترجي يبعد اختر المحاولات، فرصه التعادل تضيع على المستقبل الرياضي بسليمان، ضيعها ياسين الكيسح، قاعد يقدم في مباراه كبيره، وهو نفسه اللي ضيع فرصه افتتاح النتيجه وقتها في الشوط الاول، كانت خطيره على مرمى بشير بن سعيد. اكيد ثم مشكل في خط دفاع الترجي قاعده تتكرر، يعني مثل هذه الكرات، وكان وراها ياسين الكيسح اللي كان رونترون اليوم في مباراه اليوم. ياسين الكيسح مستقبل سليمان تنفذ الركنيه، يطلع البشير بن سعيد ثابت في التصدي. البشير بن سعيد حارس الترجي ويربح المخالفه، من جانب الترجي الرياضي التونسي. واكيد شاهدنا في التدريبات يزيد المنصوري المدير الرياضي كان مع الثلاثي الجزائري كسيل ابو عاليه توغاي ويوسف البليلي. اكيد يوسف البليلي عنده قيمه كبيره برشا في تشكيله الترجي، في تاهيل اللاعب ايضا معنويا في صفوف الترجي كسيل ابو عاليه، وانتظارات كبيره من جماهير الترجي لهذا الجناح الجزائري. تقريبا واحد من ابرز اللاعبيه كانوا في البطوله الجزائريه الموسم الفارط مع شبيبه القبيل. هذه كره من جديد ترجع لمحمد امين توغاي يلعب مع ياسين مرياح يقدم ياسين مرياح الى كسيل ابو عاليه رجع الكره الى ياسين مرياح، الى اونيتشي اوكبيلو النيجيري يبحث عن الثغرات، كره تمرير لمحمد بن علي، فمش تسلل محمد بن علي، تحضير ترجع الكره من جديد من دفاع مستقبل سليمان الى محمد بن علي، ثم التدخل بعد الاختار مستقبل سليمان، لكن في الكره الثانيه كسيل ابو عاليه يخليها الى خليل القنيشي شيب الجبالي، يطلع القنيشي، التمرير لمحمد بن علي، التغطيه الدفاعيه المستقبل هذه بسليمان، ويربح الركنيه الترجي. واكيد كسيلة بو عالية الجزائري القادم من شبيبة القبيل باش يعطي حلول هجومية، واحد من ابرز انتدابات الترجي في بطولة الموسم الحالي. هذه كرة توسيعة من محمد بن علي، يطلع بالراس القنيشي بالراس، والحارس معز بن شرفية كيف ما قلت مغادرة عديد الاسماء هاي الكرة، كانت من بن علي والرأسية كانت سهلة من القنيشي في يد الحارس معز بن شرفية. مغادرة الاسماء بين ايضا المغادرين رودريغو رودريغيز اللي امضى فسخ عقده وامضى مع فريق كوريتيبا في البرازيل، الدوري البرازيلي، جاء مغادرة روجي اولو للاتحاد الليبي، كذلك مغادرة لياس موكوانا للحزم السعودي، وهذا انذار يرفعه الحكم محمد علي قروية وجه المدافع غسان المعتوقي اللي دخل منذ لحظات مكان فارس البليلي، تحصل في اول لمس للكره ليه على ورقه صفراء من قبل الحكم. كيف ما قلت مغادره ايضا لاري العزوني الى ديبال الحسن الاماراتي، وهذه من اسماء المغادره. فماذا عن الاسماء التي ستاتي لتعزيز صفوف الترجي اللي قادم على استحقاقات كبيره، خاصه ابرزها رابطه الابطال الافريقيه، واحده من الاهداف اللي يبحث عليها الترجي منذ 2019، اخر لقب توج به بالتشامبيونز ليج الافريقيه مع المدرب معين الشعباني. لنرى كيف ستكون الانتدابات القادمه من جانب الترجي، وهل ستكون في حاجه من انتظارات جماهير الترجي. هذه كره ترجع من جديد الخطيره، الكره المستقبل هذه سليمان من منوبي الحداد، مقطوعه من دفاع محمد امين توغاي، تو الكره في اتجاه يوسف البليلي الى اشرف الجبري، التمرير القنيشي محمد امين توغاي، تمرير من جديد الى اشرف الجبري يبحث عن كسيل ابو عاليه، ياخذ الكره بلمسه، يرجع الكره الى خليل القنيشي في المعادله الهجوميه غير محمد بن علي. كسيل ابو عاليه يمشي يفتح التسويق، كسيل ابو عاليه يراوغ، ابو عاليه يدخل وسط الميدان، ابو عاليه تحضير الكره الثانيه تذيع بعد تحذير من كسيل ابو عاليه. اختير الكره وشوف الفنيات بتاع كسيلة ابو عاليه في مجاوزه دفاع مستقبل سليمان في اتجاه الاشرف الجبري، كره الثاني تذيع على الترجي، وعد لكسيلة ابو عاليه في اول ظهور رسمي ليه بالوان الترجي. شاد
نعم، كسيل ابو علي القادم الجديد الترجي الرياضي التونسي والجزائري رقم 15 تاريخيا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. لعب 117 مباراه مع شبيبه القبائل، سجل فيها 20 جول و15 اسيست. القادم الجديد للترجي الرياضي التونسي. كره ترجع لمعز بن شريفيه. الترجي كان خطير جدا قبل لحظات كما كان الحال بالنسبه لمستقبل سليمان اللي يسعى للعوده ويسعى للتعديل، وكان قريب في مناسبتين. كره اولى وتسديده يساريه جانبت مرمى البشير بن سعيد، ثم كرة ثانية كانت قريبة برشا لولا دفاع الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة برمية التماس لمستقبل سليمان. امامكم اشرف الجبري اللي كان وراء الكرة الاخيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بلمسة كانت من كسيل ابو علي، وهذه الفنيات العالية لمنوبي الحداد في تجاوز اونيتشيو بيلو، فنيات كبيرة لمهاجم مستقبل سليمان. ترجع الكرة لوسط الميدان بالنسبة لمستقبل سليمان. الكرة من الجهة اليسرى، خطير فريق الضيف عن الجهه اليسرى. تقريبا زوز كرات جاو من الجهه اليسرى هدوا مرمى الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكره لوسط الميدان، البحث عن الثغره والمنفذ بالنسبه لمستقبل سليمان لدفاع الترجي الرياضي التونسي وتعديل النتيجه في هذه المباراه. ما دام التوقيت مبكر ربما يبحثون حتى على ريمونتادا وعوده، ام الكلمه ستكون وستدور في نهايه المطاف للترجي. والتصويبه قويه ولكن جانبيه لمرمى بشير بن سعيد. الكرة والتصويبة الأخيرة من محمد كوناتي الفرنسي، تصويبته جانبت مرمى بشير بن سعيد. هاي الكرة الأخيرة التصويبة اليمينية كانت من محمد كوناتي، ولكن سلامات على مرمى بشير بن سعيد. ترجع الكرة لليسار للترجي الرياضي التونسي. الكرة على مستوى وسط الميدان من يوسف البليلي لأونيتشي أوكبيلو، من محمد أمين توكاي مع مواطنه الجزائري الدولي يوسف البليلي، وقع استدعائهم للتربص القادم للمنتخب الجزائري، كل من يوسف البليلي ومحمد أمين توكاي. الكرة تبقى للترجي الرياضي التونسي وتمريرات قصيرة متبادلة. الكرة خطيرة من اليمين، المحاولة في المرور ولكن سبقها أكثر من اللازم كسيل أبو علي. الكرة الأخيرة يسقلها الحارس معز بن شريفية أمامكم على الصورة. الكرة تعود من جديد للجهة اليمين لمستقبل سليمان، قلت يبحث عن العودة والتعديل في هذه المباراة. على الكرة اليمين وكان قريب برشا في أول الشوط الثاني من تسجيل التعادل في مرمى الترجي. على الكرة للترجي الرياضي التونسي الذي سيسعى أكيد لتأكيد النتيجة ومضاعفتها. يدرك خطر مستقبل سليمان ومحاولاته في العودة، وأثبت ذلك في سوس كرات منذ انطلاق الشوط الثاني أو التدخل الأخير على كسيل أبو علي. المخالفة ستعود الترجي الرياضي التونسي، مخالفة ارتكبها أسامة الهجري على الجزائري، قلت الوافد الجديد من شبيبة القبائل الجزائري. الكرة في وسط الميدان، أوكبيلو ثم لياسين مرياح قائد فريق الترجي. على الكرة ليوسف البليلي، الجهة اليسار الانطلاقة للترجي الرياضي التونسي في محاولة المرور من خليل الكنيشي، مازال عنده الكرة، الاستماتة في الكرة الأخيرة ثم يعود مع بن حميدة إلى ياسين مرياح. التبادل الكرات بوعالية، كسيل أبو علي خطير وتبقى الكرة للترجي. التصويبة والفرصة خطيرة وبن شريفية على مرتين، تصويبة قوية جدا ومعز بن شريفية يتصدى على مرتين لكرة أشرف الجبري قوية جدا يمينية. أشرف الجبري الإعادة مرة أخرى، كرة عملت الروبون ثم لمعز بن شريفية يتصدى للكرة في مناسبتين من خارج مناطق الجزاء، كاد أن يكون على موعد مع الثاني لأهداف فريق الترجي الرياضي التونسي. إصابة في المقابل لأحد لاعبي مستقبل سليمان، ملقى على أرضية الميدان، لاعب رقم 26 ياسين الكاسح. سلامات لاعب مستقبل سليمان، هذا جانب من جماهير الترجي الرياضي التونسي، والصورة الجميلة اللي قدمها في ملعب حمادي العقل ببرادس. 61 دقيقة والنتيجة 1-0 دائما للترجي الرياضي التونسي. جماهيره التي تتغنى فرحة إلى حد الآن بهذا التقدم الذي
كرة الركنية من يوسف البليلي وينساس كرة الهدف الأول. ينساس اللي خاطر مصاب حط بصمته في الشوط الأول ثم خاطر ركنية من البليلي بالمقاس وينساس بالراس مباشرة في مرمى معز بن شريفية. ولاعبي مستقبل سليمان وربما تكون الأوراق القادمة للمدرب منير الشيحي، ربما تكون الحلول القادمة للعودة بالنسبة لمستقبل سليمان. الكرة باش ترجع للضيوف من خلال رمية التماس من الجهة اليسار على مستوى تقريبا وسط الميدان. الهجمة لمستقبل سليمان، تلعب الكرة والضغط على حامل الكرة من لاعبي الترجي والبحث عن المرور من الجهة اليسار والتدخل ثم الكرة كما جات سهلة للحارس بشير بن سعيد. الترجي الرياضي التونسي دون اعتبار مباراة اليوم عنده 5 أهداف كأقوى خط هجوم، ومستقبل سليمان ما سجل ولا جول إلى حد هذه اللحظة منذ انطلاق الموسم. يعني أقوى خط هجوم اليوم ضد أسوأ خط هجوم منذ انطلاق البطولة في جولتها الرابعة اليوم. على الكرة من هنا تشيوك بيلو إلى وسط الميدان خليل الكنيشي، على طول اليسار محمد أمين بن حميدة يتجاوز بن حميدة ربح المساحات يخلي يسار مع يوسف البليلي الجزائري خطير، الجزائري يقدم مباراة كبيرة بين شبيبة القيروان، مسألة المرور خطيرة جدا وبن شريفية في المكان المناسب. مرة أخرى الترجي يهدر كرة أخرى، يوسف البليلي يتقدم يتوغل والتصويب تتصدى لها معز بن شريفية إلى حدود الدقيقة 63 والنتيجة 1-0. والترجي مواصل في عروضه الهجومية والضغط على الدفاع والحارس مستقبل سليمان معز بن شريفية. كرة من مرياح، ياسين مرياح إلى شهاب الجبالي، مباراة كبيرة قاعد يقدم فيها شهاب الجبالي ليوسف البليلي، يمر شهاب الجبالي على مستوى الجهة اليسار، التدخل من دفاع غسان المعتوقي من جانب المستقبل الرياضي بسليمان. او امامكم يوسف البليلي يلعب مع الجبري 1-2. كانت المحاولة الأخيرة الاختيار على مرمى معز بن شريفية، أيضا قام بمباراة ممتازة جدا معز بن شريفية ضد فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي، لأنه كانت له تجربة قبلها ضد مع الأولمبي البيجي. وهذا منير الشيحي في ثاني مبارياته مع المستقبل الرياضي بسليمان بعد مغادرة المدرب الأول محمد التلمساني وماهر الكنزاري. في الأثناء يحكي مع المدرب المساعد ممكن تشاهد تغييرات من جانب الترجي في قدم اللحظات. هذه كرة دائما المستقبل الرياضي بسليمان من غسان المعتوقي وراية التسلل المرفوعة من الحكم المساعد الأول وسام بوغطاس أمامكم على الصورة، يساعد محمد علي قروية من المساعد الأول. المساعد الثاني كان خالد الديري، وهذا ماهر الكنزاري مدرب الترجي، سحب الثلاثية الموسم الماضي مع الترجي. اكيد الانتظارات اكثر واكبر من جانب جماهير الترجي، هي الشامبيونز ليج الافريقيه تقريبا اللقب اللي يحبوه جماهير الترجي، وهي الاغلب بالنسبه لهم هذه المسابقه. هذه كره ترجع من جديد اليمين الى محمد بن علي يدور بن علي قدم في مستويات محترمه جدا للامانه بن علي مع بدايه الموسم، خاصه مستوى الجهه اليمين من جانب الترجي. قنيشي ياخذ الكره الثانيه، يطلب كسيل ابو علي الكره، كسيل ابو علي يلعب مع مواطنه الجزائري يوسف البليلي، التمرير كيف اتجاه اشرف الجبري، تحذير والحكم موجود، رايه التسلل على اشرف الجبري او الحكم المساعد الثاني. من بكري يحكينا على المساعد الاول وسام بوغطاس، هذاك كان المساعد الثاني خالد الديلي. هاي التمريره دائما كسيل ابو عاليه للجزائري الامانه مش موجود في وضعيه تسلل حسب الصوره، وقت تكون واضحه مش موجود في وضعيه تسلل اشرف الجبري. على كل ترجع الكره من جديد من اوكبيلو لشهاب الجبالي، كسيل ابو عاليه القادم من شبيبه القبيله الجزائري، 5 أهداف في البطوله الجزائريه مع الفريق الكناري تيسي ويس وشبيبه القبيله. كره طويله من جديد لمحمد بن علي، التوزيع طويله على اوليتشي اوكبيلو، يخرج على الكره النيجيري اوليتشي اوكبيلو، ياخذ الكره قبل ما تخرج، يستثمر منها الهجمه الجديده للترجي. اوليتشي اوكبيلو الى محمد امين بن حميده، توغاي الى بن حميده الى يوسف البليلي، من مرياح البليلي، يوسف البليلي يبحث عن الثغرات، يوسف البليلي يستعين بمهاراته والتدخل، يتم الكره الثانيه من كسيل ابو عاليه ولا التغطيه من المدافع
التدخل من المدافع محمد كوناتي الفرنسي. هاي الكرة الأخيرة للعملية الموجود في وضعية التسلل حسب الصورة الأخيرة كنا شاهدنا كانت مرفوعة راية التسلل على اللاعب المستقبل هذه بالسلمين. زوج تغييرات دفعة واحدة، هيثم ذو حسام تقا، يخرج شياب الجبيلي، يخرج شياب الجبيلي يدخل حسام تقا، ويخرج ايضا شكون باش يخرج؟ باش يدخل هيثم ذو، يخرج اللاعب ايضا خليل القنيشي متوسط الميدان الدفاعي ياخذ تقا مكانه، خليل ياخذ مكان خليل القنيشي، وهيثم ذو ياخذ مكان شهاب الجبيلي على مستوى خط هجوم الترجي. هذه التغييرات من جانب المدرب ماهر الكنزاري، يدفع بالثنائي ذو صاحب الفنيات والمهارات هيثم ذو في التنشيط الهجومي، ودخل وسط ميدان دفاعي اللي هو حسام تقا مكان خليل القنيشي، ومع محافظة على نفس التوازن من جانب الترجي. هذه كرة أشرف جبري يدور بالكرة، الجبري يلعب الكرة من هيثم ذو سريع، هيثم ذو يستعين بمهاراته، ذو التحضير الكرة إلى حسام تقا، ثم يوسف البليلي صوب، ودفاع على المستقبل الرياضي بسليمان. أي ضغط قاعد يسلط فيه خط هجوم الترجي على دفاع على المستقبل الرياضي بسليمان في هذا الشوط الثاني. والتدخل من منوبي الحداد، يربح التماس، تلعب التماس بسرعه. اوكفيلو 3 أهداف منذ قدومه من النزاراوي النيجيري، هدف ضد الترجي جرجيس، هدف ضد الملعب التونسي في السوبر، وهدف ضد شبيبه القيروان. هذه كره ترجيه مازالت من هيثم ذو، يدور بالكره يبعد عن يوسف البليلي التصويب، الكره متواصله من حسام تقا، ولا تدخل من ايهاب العابد يبعد الاختر، قاعد يخنق الترجي المستقبل الرياضي بسليمان في مناطقه، حتى بلوك الترجي قاعد يضغط يفوت في وسط الميدان. هذه كره موجوده من ياسين الكاسح، يرجعها للمدافع الفرنسي محمد كوناتي. الكره المستقبل الرياضي بسليمان قاعد يلقى في المساعب، مضيق المساحات، الترجي مطلع البلوك، اكيد قاعد يلقى في المشكل المدرب منير الشيحي قدام الهيجان الهجومي من جانب الترجي، قدام حركيه الثلاثي بوعالي الجزائري يوسف البليلي وكذلك اشرف الجبري. هذه كره من جديد من اونيتشي الى حسام تقا يغير لليمين، محمد بن علي يطلع للهجوم، محمد بن علي رجع الى كوسيل بوعالية التمرير الى هيثم ذو باش يصوب هيثم ذو، لكن يخير التمرير الى يوسف البليلي، التحذير الى يوسف البليلي، مقطوعه من الدفاع على المستقبل هذه بسليمان تقريبا اكثر من 10 دقائق، والترجي قاعد يضغط على المستقبل الرياضي بسليمان في مناطقه. وهذا التغيير من جانب منير الشيحي يدفع بالساجد الفرشيشي القادم من الملعب التونسي، ويغادر ياسين الكاسح اللي قدم مباراة للأمانة ممتازة جدا مع المستقبل الرياضي بسليمان. كانوا رزوز المحاولات ياسين الكاسح الخطيرة على مرمى الترجي، واحدة في الشوط الأول والثانية كانت في الشوط الثاني، وبعدها دفاع الترجي. الساجد الفرشيشي القادم من الملعب التونسي هو ممكن يغادر ياسين الكاسح. مباراة محترمة جدا ليه في اليوم، كان أساسي في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان. هاي الكرة اللي كان ضيعها ياسين الكاسح، شوف وقتها هدف التعادل يضيع على مستقبل الرياضي بسليمان لولا دفاع الترجي التونسي. وهذه المحاولة الأخرى كانت من تصويبة، كانت من المدافع الفرنسي محمد كوناتي، جانب من محاولات الفريق المستقبل الرياضي بسليمان اللي قدم في مباراة محترمة جدا قدام الترجي، مع أيضا فرص مهدورة بالجملة، وأمامكم واحدة من الفرص اللي ضيعها أشرف الجبري، وتألق قدام الحارس معز بن شريفية. تقريبا عناوين عديدة في هذه المباراة، معز بن شريفية التألق مع الخبرة والامتياز ضد فريقه السابق الترجي، ايضا فرص مهدوره بالجمله من جانب الترجي التونسي، وايضا مستقبل رياضي بسليمان قاعد يقدم في مستوى محترم جدا ويلعب على المرتدات. هذه كره موجوده للمنوب الحداد سريع على مستوى الجهه اليمين، منوب الحداد التحضير، يرجع محمد بن علي للتغطيه الدفاعيه، واقبلوا الى هيثم ذو في اتجاه اشرف الجبري مع محمد كوناتي، ثم هيثم ذو ممتاز، فنيات عاليه لهيثم ذو، قدم في مباراه ممتازه منذ دخوله الى يوسف البليلي، يدخل مناطق الجزاء، يوسف يفتح الزاويه، والحارس معز بن شريفيه كل ما يلمس الكره
كل ما ينثر سحره الجزائري هذا يوسف البليلي من جانب الترجي، وبداية موسم مثالية للجزائري بعد ما سجل في مرمى شبيبة القيروان، أعطى زوج تمريرات حاسمة ضد شبيبة القيروان، واحدة لأونيتشي أوكبيلو وواحدة ليانساس، واليوم كان هو وراء أيضا تمرير الحاسمة من كرة ثابتة نفذها هو وسجل من خلالها يانساس في الدقيقة 45 زائد 2 في الشوط الأول. شيء نعم دقيقة 71 ويوسف البليلي نعم قدم السيس في الشوط الأول ينساز، وبحث في أكثر مناسبة عن التسجيل الثاني. كرة خطيرة للترجي الرياضي التونسي، فرصة الهدف الثاني وبن شريفية مرة أخرى يتألق. بن شريفية صد منيع امام فريق أولمب في هذه المباراة. شوف الكرة كسيلة بوعالي، اي امكانيات لكسيلة، ثم اشرف الجبري والوان تو مع كسيلة، تصويبة قوية كاد ان يكون على موعد مع اولى اهدافه، قوية برشا. ومعز بن شريفية اقوى في التصدي في الكرة الاخيرة لكرة كسيلة بوعالية بعد الوان تو الممتازة مع اشرف الجبري. ركنية، الكرة مرفوعة في القائم الاول وتدخل الدفاع. الترجي قريب من الثاني في اكثر من كرة. البليلي حاول، كسيلة حاول، أشرف الجبري حاول، وكل أغلب لاعبي الترجي كانوا وراء المحاولات، ولكن تبقى النتيجة 1-0. دائما التقدم للترجي الرياضي التونسي. هاي الكرة والإعادة للكرة الأخيرة اللي بعدها دفاع مستقبل سليمان، ثم الحوار بين منوب الحداد ومحمد أمين بن حميدة اللي تغلب في الكرة الأخيرة. ترجع مرة أخرى لمستقبل سليمان، 73 دقيقة والتقدم للترجي. المستقبل الرياضي بالسليمان يحاول الرد على كرات الترجي الرياضي التونسي، والفترة اللي استغلها الترجي والضغط والاستحواذ وخلق الفرص، ولكن لم يخلق ولم يسجل الهدف في هذا الشوط الثاني. هل يفعلها مستقبل سليمان ويؤكد نظرية انه اللي يضيع يقبل، ومنه بالحداد الفنيات والامكانيات لمهاجم مستقبل سليمان. الكرة على الطول، البحث عن التمرير للجهة اليسار، خطيرة لن يبحث عن عرضية ويمتط الراسية والتوزيع، ولكن راسية دفاع الترجي كانت موجودة وخابت لمسة هجوم مستقبل سليمان. الكرة ليوسف البليلي يبحث عن المرتدة، والتدخل كان والتفوق لمن؟ تماس للترجي. نعم تفوق فيها يوسف البليلي. الإعادة مرة أخرى للحوار الأخير بين البليلي ولاعب المستقبل الرياضي بسليمان. الكرة للترجيان بتمريرة في محاولة هيثم ضو البديل في الشوط الثاني، إمكانيات كبيرة كذلك لهذا الشاب. يلعبها الكرة مع كسيلة بوعالية، ثم مرة أخرى ليونيتشي أوكبيلو دينامو الفريق على مستوى وسط الميدان لليمين، خطيرة والمحاولة في التمريرة، والكرة والفرصة ما زالت قائمة للترجي. العودة مع أونيتشي أوكبيلو اليمين، التمريرات المتبادلة القصيرة بين عناصر الترجي، يبحث من خلالها عن فتح الثغرة، عن استغلال الكرة، عن تسجيل الثاني والطمأنة بعض الشيء على نتيجة المقابلة. والكرة والإصرار والاستماتة لدفاع مستقبل سليمان، والسرعة في لعب التماس، والكرة اليمين والتدخل من محمد في الكرة الأخيرة، ولكن الحكم يصفر فاول للترجي الرياضي التونسي. اعتقد نعم مخالفة. الكرة الأخيرة بين حسام دقاب ومحمد كوناتي، التدخل الأخير من الفرنسي على لاعب الترجي الرياضي التونسي. الكرة باش ترجع بمخالفة، ومعز بن شريفية يوجه الدفاع، وجماهير الترجي تترقب تنتظر ربما تسجيل الثاني. الكرة والمحاولة والصعود توكاي للمساندة الهجومية، ربما اقتناص راسية، ربما التسجيل الثاني في كرة ثابتة عنوانها خطيرة للترجي في انتظار تأكيدها أو تسجيلها أم لدفاع مستقبل سليمان. كلام آخر ربما هو بدور يكون عنده كلمة في المرتدة. في مقابل ذلك وقت مستقطع بين يعني في منتصف هذا الشوط الثاني ولشرب المياه نظرا لحرارة الطقس، خاصة اليوم في الأثناء. هذه الصورة لجماهير الترجي الرياضي التونسي التي تشجع رغم حرارة الطقس، رغم صعوبة المناخ، خاصة في الأيام الأخيرة. أمامكم كل يعني جانب من هذه الجماهير بعناصرها النسائية وكذلك الرجال.
الترجي الرياضي التونسي قلت يبحث عن انتصاره الثاني. ضمير الكنزاري امامكم على الصوره، وفي ربما هو الى حد الان راضي بنتيجه المباراه، راضي بالنقاط الثلاث، ولكن ربما يبحث عن تاكيد هذه النتيجه، الابتعاد ربما على يعني مناطق الخطر، وعوده سليمان ربما في المباراه وتسجيل التعادل. كان قريب خاصه مع مطلع بدايه الشوط الثاني، ثم هجوميا غابت خطف الترجي الرياضي التونسي اكثر على مستقبل سليمان، خاصه في الدقائق القليله الماضيه كان وراء برشا كرات خطيره. هذا حكم الساحه وهذا يوسف البليلي. حراره الطقس والمجهود المبذول من اللاعبين اكيد هذا يؤثر ربما بعض الشيء، ولكن لحد الان المباراه يعني محترمه نظرا كما قلت لصعوبه الظروف، خاصه على المستوى المناخي لحراره الطقس. دقيقه الى حد الان 76 ونتيجه ما زالت للترجي الرياضي التونسي 1-0. كان قريب من الثاني. المخالفه منتظره في التنفيذ، عوده اللاعبين الى الميدان بعد اخذ وقت مستقطع في انتظار تنفيذ المخالفه. وهذا المدرب منير الشيحي الحيره واضحه على وجهه، ويبحث عن الحل، هو يبحث عن الحلول ربما العوده في الاوراق التي سيلعبها. ومعز بن شريفيه والابتسامه وتوجيه اللاعبين، يعرف ويدرك قيمه الترجي في الكرات الثابته، وهذا اكدوا في شوط المباراه الاول من خلال الجول الاول اللي كان فيه ركنيه لعبها يوسف البليلي وسجلها بالراس، قويه كانت جدا راسيه ينساس الذي غادر بسبب الاصابه. في انتظار تنفيذ المخالفه، كيف سيكون التنفيذ؟ كيف سيكون الحال؟ هل يكون ثاني الاهداف للترجي ام لسليمان؟ كلام اخر ام لمستقبل سليمان؟ يقول الامل مازال قام، مازال موجود. العوده في هذه المباراه والخروج على الاقل بنقطه من ملعب صعب اسمه حمادي العقربي رادس. كسيلة ابو عاليه امامكم على الصوره. كسيلة هل تكون تمريره لمواطنه الدولي الجزائري يوسف البليلي؟ ابو عاليه مباشره، الكره بالبوكسين، بن شريفيه يتالق، تبقى الكره للترجي الرياضي التونسي والهجمه قائمه خطيره للترجي في هذه اللحظات. 78 دقيقه والكره مباشره لمعز بن شريفيه في توقيت 78 دقيقه. ومباراة كبيرة معز بن شريفية رغم عامل السن، رغم معز بن شريفية بعد عن الترجي الرياضي التونسي، بعد ايضا ممكن على حجم المباريات وقت اللي حتى كان مع الاولمبي الليبيجي، مع ذلك الخبرة تعطي كلمتها في هذه المباراة رغم الخسارة واحد بلاش إلى حد الآن، إلى حد توقيت 79 دقيقة لعب، لأنه علامة الامتياز بامتياز للحارس معز بن شريفية. تقريبا عمل أكثر من تروا أو كتاري بالنسبة لي في هذه المباراة، وكانت ممكن نتيجة تكون أثقل للمستقبل الرياضي بسليمان. الخبرة هي العنوان في هذه المباراة من الحارس معز بن شريفيه. كرة ترجع من جديد للترجي. كسيلة ابو عاليه سريع على مستوى الكروار اليمين. كسيلة ابو عاليه مقطوعه من محمد كوناتي. يغير الكره اليمين، مقطوعه من محمد امين بن حميده الى يوسف البليلي. سرع الهجمه واحده اثنين مع محمد امين بن حميده، يدخل منطقه الجزاء والتدخل من ايهاب العابد، والحكم محمد علي قروي يقول الركنيه من جانب الترجي. وممكن محمد امين بن حميده كان صاحب الاسيس في المباراه الفارطه ايضا لاشرف الجبري وقت اللي سجل الهدف في مرمى الحارس اشرف كرير. اول اهداف اشرف الجبري مع الترجي في بطوله الموسم الحالي. تنفذ الركنيه بسرعه لمحمد امين بن حميده، مقطوعه من دفاع المستقبل الرياضي بسليمان، يلعب على المرتدات. منير الشيحي يعرف امكانيات الملاعبيه نتاعو، يعرف ايضا البنك شنو عنده فيه المدرب منير الشيحي، يعرف انه يلعب على المرتدات لو يفتح المساحات اكثر قدام الثلاثي ابو عاليه وايضا يوسف البليلي. ابو عاليه على اليمين، على اليسار البليلي، وقدامه مشرف الجبري. اكيد باش يكلفوا غالي، هذاك علاش يلعب بالمعقول المدرب منير الشيحي مع توازن على المستوى الدفاعي، ويلعب على المرتدات لمباغته الترجي الرياضي التونسي، لانه ممكن يترك المساحات الخلفيه. هذا هو السيناريو الواقع الى حد الان في هذه المباراه. هذه كره موجوده اليسار للمستقبل الرياضي بسليمان، التحذير لجبابلي، الكره الثانيه الى منوبي الحديد، مقطوعه من دفاع الترجي حسام تقا، ثم يقطع الكره كسيل ابو عالي، يلعب معي ثم ضو، ثم حسام تقا
تقا التغطيه الدفاعيه وارتكاب الخطا من اسامه الهجري على حسام تقا ويربح المخالفه. يقول الحكم محمد علي قرويه امامكم من الحكام الشبان اللي قاعدين يقدموا للامانه في مستوى محترم جدا تحكيميا في هذه المباراه. محمد علي قرويه هذه كره من اونيتشي اوغبيلو يغير الى يوسف البليلي ينتظر الحلول. كسيله بوعالي او حسام تقا ياخذ الكره من جديد يغير الى محمد امين بن حميده الى اونيتشي اوغبيلو الى يوسف البليلي. اونيتشي اوغبيلو النيجيري لحسام تقا يرجع بالكره الى اونيتشي اوغبيلو يدخل محمد بن علي لكن يخير التمرير اليسار الى محمد امين بن حميده ينتظر مرور هيثم ذو لكن يخير يرجع بالكره الى الوراء الى حسام تقا كره في العمق في اتجاه يوسف البليلي ولا تدخل. التدخل الدفاعي كان صعب امامكم من عزيز بوسته. هاي التمريره كانت من حسام تقا والتدخل كان من عزيز بوسته في محور دفاع المستقبل يدي بسليمان. الكره الركنيه على يمين الحارس معز بن شريفيه اكيد جاب هدف من كره ثابته كان وراها يوسف البليلي سجلها ينصاص في 45 زيد 2 في الشوط الاول. هاي تنفذ ركنيه من جديد واختيره. التدخل كان قوي من محمد امين توغاي على المدافع حلمي الجويدي مدافع المستقبل الرياضي بسليمان. هاي الكره الاخيره والتدخل كان من محمد امين توغاي على حلمي الجويدي مدافع المستقبل الرياضي بسليمان. الجويدي اللي كانت عنده تجارب مع مستقبل وادي النيل ملعب التونسي الاتحاد المنستيري والخمس. اكيد كان في الكره الاخيره محمد علي قرويه قريب امامكم. حلمي الجويدي دخل عليه محمد امين توغاي امامكم اكيد مش راضي. ممكن ماهر الكنزاري ايضا ثم مشكل بتاع تجسيم الفرص الكونكريتيزاسيون كانت غايبه على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي. وسمعنا شاذلي مره واثنين ايضا تصريحات ماهر الكنزاري يقول لك انه المباراه وقت تجيك باش تمركز الثاني والثالث لازم تقتل المباراه. الترجي قاعد ممكن المشكل هذه في هذه المباراة قاعد يعاني منها الترجي لأنه للأمانة جات فرصة 2 3 و4 فرص باش يسجل الثاني الترجي التونسي ومع ذلك نتيجة واحدة بلاش مازالت للترجي على حساب مستقبل رياضي بسليمان. وهدف كان سجله اللي غادر لداعي الإصابة البرازيلي يان ساس اونيتشي اوغبيلو يغير إلى محمد أمين توغاي قدم توغاي يربح امتار توغاي يبحث عن الحلول يغير اليسار الى محمد امين بن حميده وراه البليلي يوسف البليلي ينتظر الحلول لكن يخير بن حميده مع تقا ثم هيثم ذو من يمشي بالكره من اليسار لليمين. التمريره كانت خاطئه من هيثم ذو تخرج تماس لفائده المستقبل الرياضي بسليمان اللي ممكن لعب مباراه دفاعيه اكثر منها هجوميه ولو انه خلق فرص للامانه كانت تختير على مرمى معز بن شريفي سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني يا شاذ. نعم سامي من مستقبل سليمان خاصة في بداية الشوط الثاني كان قريب تسجيل الإعادة للكرة الأخيرة بين أشرف الجبري ومحمد كوناتي في التدخل الأخير اللي كلف المخالفة للترجي الرياضي التونسي. معز بن شريفية يوجه المدافعين أكيد يدرك خطورة الترجي في الكرات الثابتة وكان خلق أكثر من فرصة وسجل جول من كرة ثابتة الترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول في التوقيت البديل. كرة جديدة خطيرة يوسف البليلي وكسيل ابو عاليه وراء الكره وراء المخالفه من في التنفيذ ام هو الوافد الجديد اما يوسف البليلي الخبره في الترجي الرياضي التونسي. كسيل ابو عاليه يترقب وبن شريفيه مازال يوجه في دفاعه والحكم الساحه اكيد ينبه على احترام الامتار القانونيه من الجدار الدفاعي لمستقبل سليمان. كره ثابته للترجي الرياضي التونسي صعود محمد امين توغاي الجزائري الاخر في تشكيله الترجي ربما البحث عن اقتناص كما قلت وراسيه والتسجيل الثاني التنفيذ من كسيل ابو عاليه مباشره في الجدار الدفاعي لمستقبل سليمان والكره من دوزيام بال من الترجي ما زالت الاستماته ياخذ الكره خذاها نعم الكره ما خرجتش الكره خطيره والتوسيعه وفي القائم الاول الدفاع بالراس بعدها ثم في مناسبه ثانيه الكره ومرتده سريعه لمستقبل سليمان. هل يفعلها مستقبل سليمان ويؤكد نظريه كيثيا يقبل ويسجل التعادل والبطاقه الصفراء
البطاقة الصفراء لحسام دقاب بعد الكرة الأخيرة والحوار الأخير مع لاعب مستقبل سليمان منوبي الحداد اللي ورى إمكانيات كبيرة وفنيات عالية في هذه المباراة. مهاجم مستقبل سليمان أول مس كان من حسام دقاب على منوبي الحداد من الرقبة تقريبا. على كل ستعود الكرة بمخالفة في وسط الميدان لمستقبل سليمان مباشرة للجهة اليسار، ثم في الدفاع بالنسبة للترجي والاستماتة الهجومية وقطع الكرة عن طريق أوكبيلو. التمريرة وقيادة المرتدة من حسام دقاب بديل الشوط الثاني. دقا يلعب الكرة ولكن بعيدة كل البعد. الكرة الأخيرة على كسيل أبو عالية من حسام دقاب لقاد المرتدة أمامكم على الصورة. لاعب الترجي الرياضي التونسي ليخطف التمرير في الكرة الأخيرة، وهذا مدرب مستقبل سليمان منير الشيحي الذي ما زال يبحث عن الحلول، ما زال ويدرك أنه النتائج لم تكن جيدة في بداية أول 3 جولات بعد 2 هزائم وتعادل، والآن ربما يقترب من هزيمة أخرى بالنسبة لفريقه. الكرة باش ترجع برمية التماس من محمد أمين بن حميدة الدقيقة 87 تقريبا، والتقدم دائما للترجي الرياضي التونسي 1-0 هدف ينساس. الكرة والتمريرات القصيرة بين عناصر الترجي. المستقبل الرياضي بسليمان ما زال متمسك على المستوى الدفاعي، خاف من قبول هدف آخر. محمد أمين بن حميدة يلعب الكرة يرجع للخلف مع محمد أمين توكاي. الكرة لحسام دقاب والتمريرة والكرة تبقى للترجي في العمق خطيرة جدا، والتدخل من الدفاع بمناسبة ثم باثنين. ابعاد الكرة لا ابعادها بمحاولة للجهة اليمنى السرعة، ولكن التفوق كان ياسين مرياح ويرجع إلى بشير بن سعيد حارس الترجي. التمريرة في وسط الميدان يبحث عن ربح بعض المساحات في الكرة الأخيرة. يوسف البليلي والواجبات الدفاعية. الكرة للترجي على مستوى المحور لياسين مرياح كابتن الفريق. الترجي ما زال متفوق إلى حد الآن. ونيتشي أوكبيلو في وسط الميدان يبحث عن الحل، يلقى مع محمد أمين بن حميدة، يرجع هو بدوره لأونيتشي أوكبيلو. أوكبيلو شوف الكماش الدفاعي بالنسبة لمستقبل سليمان، كما قلت يدرك خطورة الترجي يعني إن وجدت له المساحات. محمد أمين بن حميدة الكرة لأونيتشي أوكبيلو، التمريرة والتدخل من الدفاع بمناسبة، ثم الكرة في 2. البحث عن مرتدة والفرصة لمستقبل سليمان. السرعة في غير مرتدة، الكرة خطيرة ولكن التمريرة خاطئة، وضاعت الكرة مرة أخرى على هجوم مستقبل سليمان. ترجع للترجي الرياضي التونسي، مازال يبحث عن الثاني. الدقيقة 88 الكرة لليمين خطيرة ترجية، البحث عن التسديد لا، التمريرة وقريب من الثاني ممكن، والتدخل الدفاع مرة أخرى ينقذ الموقف موجود. وكسيل أبو عالية الكرة كأنها ترفضه. شوف كسيلة والانطلاق عمل كبير منذ دخوله الجزائري. كسيل أبو عالية إمكانيات كبيرة وتمريرات 1-2 ممتازة جدا مع يوسف البليلي، وكان واحدة نفسها تقريبا مع أشرف الجبري، وضاعت الكرة على الترجي مرة أخرى. كسيل أبو عالية كأنه يثبت أنه سيكون رقم صعب في تشكيلة الترجي. والركنية ملعوبة والهدف الثاني، نعم تسجل إلا بالركنيات. محمد أمين توكاي راسية في شباك بن شريفية، والثاني للترجي الرياضي التونسي. ركنية أخرى والترجي بالعنوان، الركنية تجيب الأكوال. ضيع الكرة نعم على مستوى اللعب، ولكن الكرات الثابتة وأهمية الكرات الثابتة وسلاح الكرات الثابتة في كرة القدم سجل من خلال 2. وماهر الكنزاري أمامكم، نعم راضي، هي مشاورات مع شمس الدين الضوادي وفرحة جماهيرية هنا حاضرة في ملعب حمادي العقل ببرادس إلى حدود تقريبا دقيقة 89. هاي الكرة مرفوعة وراسية، هي باهتة كانت في الدفاع. ويوسف البليلي ثاني اسيست في المباراة كما سبق في مباراة شبيبة القيروان، ويؤكد على الصحوة للدول الجزائري. سامي 2-0 للترجي الرياضي التونسي، وماركة جزائرية مسجلة 100%. هدف الأخير اللي سجله محمد أمين توغاي في شباك المستقبل الرياضي بسليمان. كيف ما قلت البليلي
قيمه كبيره برشا، وما يسجلش البليلي اكيد يعطي التمريره الحاسمه. يعني بالتمريره هذه اللي سجل من خلالها محمد امين توقايا يوصل ل4 تمريرات حاسمه في 3 مباريات لعبهم يوسف البليلي في بطوله الموسم الحالي الى حد الان قيمه ثابته. وهذا ارقم التابوبي اللي شاهدناه لبعض الدقائق، واكيد امكانيات كبيره برشا لارقم التابوبي. شاهدناه ايضا في التحضيرات نتاع الترجي الرياضي التونسي، خاصه في تبرقه واحد من العناصر الشابه، بالاضافه الى هيثم ضو اللي تشوف فيه على الصوره يراوغ بفنيات الى يوسف البليلي يستعرض مهاراته. 4 دقائق كوقت بديل يرفعها محمد علي قرويه، والهجوم الجانب الترجي سريع من محمد بن علي ينتظر مرور يوسف البليلي التحضير الكره من جديد ترجيه، الضغط رهيب في اخر ما تبقى من المباراة. ك4 دقائق وقت بديل الشاهد في ابراهيم كيتا القادم من مازيمبي الكونغولي الدولي الموريتاني في صفوف الترجي. وارقم التابوبي التغييرات قادمه من جانب المدرب ماهر الكنزاري. كيف ما قلت يوسف البليلي ينظر السحره يعني مع بدايه الموسم مع الترجي، ما شاركش في المباراه الاولى ضد المستقبل، كيبس شارك في ال3 مباريات هذه الثالثه ليه في بطولة الموسم الحالي ليه مع الترجي التونسي في البطولة. يوسف البليلي شفنا حتى طريقة التنفيذ نتاع الركنية كانت ممتازة من يوسف البليلي، ركنية سجل من خلالها في الشوط الأول البرازيلي ينساس أول أهداف الترجي، أو يخرج يوسف البليلي مباراة كبيرة. البليلي يخرج تحت هجيس وتصفيق حار من قبل الجماهير الترجي الرياضي التونسي، وكأنه اللقطة يحب يبعث برسالة. يوسف البليلي أكيد راضي تمام الرضا وبلقطة طريفة على بنك الترجي الرياضي التونسي. وهذا أرقم التابوبي باش يدخل ويغادر. أمامكم ياسين مرياح اللي يعطي إشارة القيادة إلى الدولي الجزائري محمد أمين توقاي. ياسين مرياح المدافع المحوري غادر الميدان ويدخل أرقم التابوبي، ودخل منذ لحظات ايضا ابراهيم كيتا مكان الجزائري يوسف البليلي. اي بدايه واي قوه هجوميه بالجانب الترجي. يبدو انه الرباعيه اللي سجلها الترجي في ملعب حمد العواني بالقيروان اعطى اشاره وانذار خاصه لكل خط هجوم البطوله، لانه الترجي كان افضل خط هجوم الموسم الفارط بكل المقاييس، بوجود الثلاثي الرهيب ممكن كسيلة ابو عاليه يوسف البليلي اشرف الجبري، ولو يجي مهاجم ممكن العصفور النادر اللي يبحث عليه اللي عنده القيمه الفنيه كيف ما حكيت عليها شاذلي، ممكن بالفنيات وبالجوده تاع مايكل انيرامو النيجيري، يانيك الجانج الكامروني. ممكن اخر زوز ملاعبيه تقريبا جاوا للترجي كمهاجمين عندهم قيمه فنيه كبيره من الاجانب، اكيد يبحث عن واحد منهم الترجي في قادم المواعيد، خاصه استحقاق الشامبيونز ليج الافريقيه. هذه كره من اشرف الجبري، التحذير الكره والضغط من عزيز بوسيتا يبعد الكره على المرماه، خطيره الترجي. امامكم عزيز بوسيتا بالرغم من خساره الى حد ما مستقبل رياضي بسليماني، لانه ثم نقاط ضوء للامانه، واحد منهم معز بن شريفيه بالخبره نتاعو بعامل السن وقف برشا كرات للترجي. ايضا عزيز بوسيتا ايهاب العابد، ثم المنوبي الحديد وياسين الكيسح اللي غادر الميدان، قدموا مباراه ايضا محترمه. هذه كره بارقم التبوبي، الضغط من جانب الترجي فيما تبقى من توقيت المباراه في ثوانيها الاخيره في الوقت البديل، مازال ثواني على نهايه المباراه. والكره للترجي من نيجيري الترجي يقبلوه الى الموريتاني، ابراهيم كايتا الى كسيل ابو عاليه، ابو عالي يحط كره على ساقه اليسار يلعب مع رقم الطابوبي. كسيل ابو عاليه يدخل منطقه الجزاء، اي فنيات كسيل ابو عاليه، اي فنيات لهذا الكناري القادم من شبيبه القبيل، حط كره على ساقه اليمين اكسبلوزيف برشا اللاعب هذا كسيل ابو عاليه. شوف الفنيات في المجاوزه والمراوغه يعني في المساحات الصغيره والمساحات الضيقه، شوف فنيات كسيل ابو عاليه. كيف ما قلت واحد باش يكون واحد من ابرز الملاعبيه من الكولوار اليسار كسيلة ابو عاليه على لقطه ومحاوله كسيلة ابو عاليه. تنتهي المباراه على نهايه المباراه محمد علي قرويه حكم المباراه 2-2. اول اهداف الترجي كان من ينساس 45 زائد 2 بعد ركنيه والاسيست من يوسف البليلي، هذا اول اهداف
المباراة البرازيلي يان ساس. وهذه الكرة الثانية شوف طريقة التنفيذ من يوسف البليلي ما حتى مشكل. محمد أمين توغاي يسجل ثاني أهداف الترجي، زوز أهداف من كرة ثابتة كانت هي الحل، كانت هي السلاح بالنسبة للترجي. شنو باش يقول لاعب الترجي يوسف البليلي مع الأمير الزيتوني في استجوابات ما بعد المباراة؟ تفضل لك الكلمة أمير. شكرا ليك سي يوسف. سي اخبار رياكسيون بعد الشونجمون. ما تغش على الشونجمون اليوم زاد؟ ديما ما تغشش ديما. بون الحمد لله نشكر الجمهور هذو اللي كانوا معنا، نادوا هذا الفيكتوار لكل الجمهور اللي ديما مساندنا، والحمد لله يا ربي يوفقنا وفزنا بهذا الماتش ان شاء الله نكملوها ان شاء الله. سر الفورما ساعه دو فيكتوار بعد لي دو نول الاولانيين، فورما نتاع يوسف البليلي 4 اسيست في زوج مقابلات، معناها مش ديما تصير هذايا مسيو اسيست وليت في الشامبيونا. شنو هي السر هذايا وكانك وليت تخير الباس على البونتوات؟ بون الحمد لله وين ملي كنت صغير كنت نخدم، كنت نترين على هاد الحوايج، نترين باش نمد لي زاسيست لصحابي، حتى كيما ما نماركيش نحب نمد اسيست حاجه كبيره، وان شاء الله ديما هكا وديما نفرح الفريق تاعي ان شاء الله. داخل في كونكورونس مع الجبالي هاك. لازم جبالي لازم يزين روحه، لازم يكبس. شكرا أمير خلي بليلي بحذاك. أمير مشى أمير حبيت نسأله ممكن على المواجهة نتاع سامي لحظات وناخذوا الممرنين الزوز. في انتظار لأنه الاستجوابات ما زلت ننتظر الاستجواب المدرب ماهر الكنزاري ماذا سيقول عن هذا الانتصار الثاني على التوالي للترجي الرياضي التونسي بعد انتصار الجولة الفارطة ضد شبيبة القيروان. دوزيام فيكتوار دي سويت بالنسبة للترجي على حساب المستقبل الرياضي بسليمان. واكيد ماهر الكنزاري اكيد رضاء تام على الترجي بعد الانتصار اليوم، وخاصة الهدف الثاني، بحث عن الهدف الثاني ماهر الكنزاري حتى بالتوصيات على أرضية الميدان. تفاعل ملاعبيا انه يسجلوا ويقتلوا المباراة وسجل الثاني. مرة أخرى نرجع لك الكلمة أمير الزيتوني مع المدرب منير الشيحي. شكرا لك منير الشيحي مشكور حاضر معنا رغم الهزيمة. سي منير مقابلة محترمة ياسر يذول ضد الترجي الرياضي التونسي، حكمت فيها دو بالاريتي، حكمت فيها ايضا قله تركيز قدام مرمى الترجي. جاكم زوز ولا 3 كور كنتوا تنجموا ممكن تجاريوا اللقاء خير من هكا، حتى كان قبلتوا بونتو كنتوا تنجموا تسجلوا. كاينوا نفس السيناريو يتعاود في 4 جورني تخسروا على دي بتي ديتاي. والله هو صحيح. تو كي تشوف على الورق سليمان تلعب كونتر الترجي، دونك ماتش قوي، ماتش فيه اوبوزيسيون. ديما الماتشات هذوما ماتشات بتاع تركيز. الحمد لله الاولاد ركزوا اليوم كما قلت انت. تو اللي 2 بيوت كبرناهم سيور بالاريتي. بون ما نجموا نلوموا حتى حد. مونك دو كونسنتراسيون صحيح، يلزمنا برشا خدمه. انا راضي ياسر على اولادي بصراحه، راضي عليهم. عندهم ميتون الاول خارق العاده، دوزيام ميتون شفتوا كيفاش معنا شدينا صحيح. الله غالب الريزولتا ما مشاتش معنا، ان شاء الله في القدام نخدموا اكثر وان شاء الله القدام احسن. شكرا لك سي منير، حظ موفق. نكمل مع ماهر الكنزاري. ماهر يمكن عكس لقاء الجي اس كا ما عرفتوش كيفاش توافيوا الماتش بكري، برشا تضييع فرص. شفنا حتى بار مومون ثم دي كونسنتراسيون على مستوى الدفاعي. قلقتكم سليمان اليوم على 90 دقيقة. ممكن كي ما تمشيش الامور كما تحبوا بالاريتي تنجم تلقاو بها الحل. 6 نقاط بعد زوز عثرات في لي دو جورني الاولانيين. راضي ممكن على البيلون في الاربعه قبل ما تدخل في التريف هذايا؟ Bon, pour le match, tout d'abord, c'était un match difficile à gérer, ماهوش سهل باش تلعب معناتها دي ماتش هكا. الماتشات كلهم صعاب، ما ثم حتى ماتش اسهل من ماتش ولا ماتش غانيي دافونس. صحيح سور بابي نحن عندنا ان افونتاج باش نربحوا، لكن يفالي لو ترانسميتر سور لو تيران ولو ترادوير سور لو تيران باللعب وبتسجيل الاهداف. الشوط الاول معناتها دخلنا كما يلزم، ضيعنا برشا فرص الحقيقه نتاع ربي، عديد من الفرص الضايعه. سجلنا في وقت باهي برشا في البروميير ميتون. كيف في الدوزيام ميتون اون دي زوبورتونيتي صغار، لكن ما ماركيناش، ماركينا في الاخر. على كل معناتها سيتي ان ماتش ا غانيي. اون بروميير بارتي تعدات، نتصور اللي معناتها لي 4 ماتش هذوما سيتي ان كومبليمون دو بريباراسيون بالنسبه لنا نحن، فيو كو لا بريباراسيون دافون سيزون ما كانتش كما يلزم. ان شاء الله ابري لا تريف نكونوا احسن من هكا ونكونوا بلو بيرفورمون.
دو فيكتوار ودو ماتش نول. بون صاري في شامبيونا لازم باش نربحوا ماتشات، مازلنا باش نتعداو بدي فاز باهيين، مازلنا باش نتعداو بفاز لا قدر الله خايبين، لكن لو بلوز امبورتون سي كو ديما نخدموا على رواحنا ونحاولوا نحسنوا في لي بوان فيبل تاعنا. شكرا لك ماهر، مبروك مره اخرى الانتصار الترجي الرياضي التونسي 2-0 امام مستقبل سليمان. رجع لك كلمه سامي. شكرا امير الزيتوني، اجمل تحيات في التعليق سامي بوعزيز والشادلي بوعايشه والمخرج طارق بن حجل. دمتم افوياء للتلفزه الوطنيه، الى اللقاء.